كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة المولد النبوي الشريف هنعمل النهاردة مع بعض، هنعمل حلاوة المولد. هنعملها بدون جلوكوز وبدون أي تكلفة، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتكلفنا غير حاجات بسيطة خالص. هنعملها وهتطلع معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، من أحلى وأجمل الطرق اللي ممكن تعملي بيها حلاوة المولد وتطلع معاكي زي بتاعت برا وأحلى كمان. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي 1/4 كيلو من الحمص، حطيته في طاسة كده على البوتاجاز من غير اي اضافات، وهبتدي نقلبه. هو الحمص بتاعنا محمص، بس لازم نحمصه كده شوية تاني، يعني احنا بنسخنه. هنسخنه كده بالظبط، يعني اقل من دقيقة، هنقلب اقل من دقيقة. عملنا الحمص وبعدين هنعمل السوداني بنفس الطريقة. هتعرفي ازاي ان هو سخن بمجرد ما تمسكيه وتلاقيه سخن خلاص تنزليه من على النار. وهنعمل بقى السمسم بنفس الطريقة دي برضو، تمسكيه واول ما تلاقيه سخن معاكي تروحي منزله. عندي بقى هنا صينية او صاج حسب اللي موجود عند حضراتكم. هتبليها الصينية كويس بالمية، وبعدين تجيبي الاكياس بتاعت التلاجة تفرديها وتخلي طرف من طرف، يعني نص الكيس هتخليه الناحية التانية عشان هنستعمله مع بعض. وهنجيب بقى دهنة كده من الزيت، هندهن الاكياس بتاعتنا زيت علشان ما تلزقش فيه الحلاوة بتاعتنا، ما تلزقش في الصينية او في الكيس بتاعنا. هندهن كده دهنة حلوة، وبعدين هنركن الصينية بتاعتنا دي على جنب ونشتغل بقى في الوصفة. عندي هنا طاسة حطيت فيها 1 1/4 كوباية من السكر. بصي هتحطي السكر كده في نص الصينية بتاعتك، في نص الطاسة، وتجيبي 1/4 كوباية من المية وتحطيها كده حوالين السكر. بنعمل الحركة دي ليه؟ علشان السكر بتاعنا ما يسكرش ويبوظ لنا الوصفة بتاعتنا. اول ما يبتدي يغلي كده على نار هادية، اول ما تلاقي لونه مايل للاصفر تروحي مقلباه، ونبتدي نقلب كده، نجيب كل الاطراف وندخلها في النص، يعني نقلب من بره لجوه علشان السكر بتاعنا ما يسكرش. هنجيب بقى رشة من ملح الليمون، ولو مش موجود ملح ليمون ممكن تروحي حطي عصرة ليمون. هقلب كده الاطراف كويس جدا، نحاول ما نخليش خالص سكر خالص في الجوانب، ننزل كله علشان العسل بتاعنا ما يسكرش. هنيجي بقى في المرحلة دي اول ما نلاقي لونه اصفر كده هنيجي نعمل تيست للعسل بتاعنا. هجيب مية ساقعة واحط يعني حتة كده من الخليط وادوس عليها، لو اتكسرت بسهولة تبقى كده خلاص الخليط بتاعنا جاهز. هنحط بقى نص معلقة من المكون اللي هيخلي الحلاوة بتاعتنا هشة وجميلة وتبقى مقرمشة اكتر، هو ده اللي هو نص معلقة من البيكنج باودر. هنطفي النار علشان العسل بتاعنا ما يمررش ويبوظ لنا الوصفة بتاعتنا. هنطفي النار ونقلب بسرعة، واول ما الخليط بتاعنا يمتزج كويس بالعسل هنقلبه. برضو لازم تشتغلي بسرعة علشان الوصفة تطلع معاكي ناجحة وما تتعبكيش. هننزل الخليط بتاعنا بسرعة في الصينية، ونجيب بقى معلقة كده خشب ونبلها يعني ندهنها دهنة من الزيت، ونبتدي بقى كده يعني على قد ما نقدر نحاول نفرد، وبعدين بقى نقلب الطرف بتاع الكيس وتبتدي كده تحاولي تعمليه بإيدك بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولو عندك اي حاجة زي دي او اي معلقة برضو مسطحة ممكن تشتغلي بيها وهتطلع معاكم متساوية وحلوة جدا. والسمك بتاعها حسب ما حضراتكم عايزين، لو عايزينها رفيعة او تخينة انتوا بتحددوا. هنبتدي بقى ندهن الأداة بتاعتنا دي بالزيت ونبتدي نقطع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ويلا بقى نسيبها تبرد ونيجي في الوصفة التانية نفس الطريقة بالظبط. 1 1/4 كوباية من السكر، وهنحط حواليها 1/4 كوباية من المية، ومش هنقلبهم خالص غير لما نلاقي السكر بتاعنا ابتدى لونه يصفر بالشكل ده. هنبتدي بقى في المرحلة دي نبتدي نقلب، ننزل كل الأجناب كده. لو في سكر في أجناب الطاسة بتاعتنا لازم ننزله علشان السكر كله يستوي وما يسكرش معانا. نفس الطريقة بالظبط هنعمل تيست، ولو اتقسمت معانا بسرعة تبقى جاهزة. وهنحط نص معلقة من بيكنج باودر وهنقلب ونطفي النار
لازم نطفي النار اثناء ما بنقلب علشان ما يمررش معانا. هنحط بنفس الطريقة بالظبط وهنفرد بالمعلقة الخشب، وبعدين هنبتدي بقى ننزل كده كل الحمص بتاعنا ونقلب الكيس زي ما حضراتكم شايفين. وتبتدي بقى يعني هتكون النار بتاعته هديت شوية، مش هيبقى سخن قوي. وتبتدي بقى تفردي كويس علشان يطلع معانا الشكل متساوي ويطلع كله نفس السمك، ما تبقاش حتة كبيرة يعني حتة تخينة وحتة رفيعة. هدوس كده زي ما حضراتكم شايفين. اول ما الاقيه خلاص ابتدى يتظبط معايا هنبتدي بقى نقطعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبرضو اي تقطيع حضراتكم عايزينها بتبتدوا تقطعوها، بس لازم تقطعيه وهو طري. لو سبتيه نشف هيتعبك ومش هيتقطع معاكي خالص، فتقطعيه وهو طري كده وتسيبيه بقى ينشف. وبعدين بقى نبتدي نرصه مع بعض. نكمل باقي الوصفة. نفس مقدار السكر، ممكن على فكرة تخلوا السكر نص كوباية، هيبقى جميل برضو معاكم. وحطينا وهنسيبها اول ما تغلي. هنقلب بنفس الطريقة بالظبط. من احلى واجمل واسهل الطرق، حاجة كده عظمة بتعمليه في البيت، مش هيكلفك حاجة خالص. يعني يدوب هتشتري ربع كيلو من كل حاجة او نص كيلو حسب ما حضراتكم عايزين. هنقلب بنفس الطريقة وهنبتدي نضيف المكون بتاعنا اللي هو البيكنج باودر، ونطفي النار ونقلب. ما تنسوش تطفوا النار علشان العسل بتاعك ما يتحرقش او لونه يغمق او طعمه يمرر. هننزل بقى السوداني بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهنفرد بسرعة كده قبل ما ينشف. هنفرد بنفس الطريقة بالظبط، وهنقطع برضو قبل ما ينشف مننا ويتعبنا. هنبتدي نقطعه ونسيبه بقى، يعني بعد ما نقطعه ما نجيش ناحيته، هنسيبه يبرد شوية علشان الحتة بتاعته تطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني بصوا القطعة طالعة مظبوطة، انت بتظبطيها بقى بالسكينة بتاعتك وبيطلع بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. من احلى واجمل واسهل الطرق لحلاوة المولد اللي ممكن تعملوها في البيت. حاجة كده ناجحة من اول مرة، ومن غير عسل كلوكوز ومن غير اي تكلفة خالص. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك واشتراك. وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.